يلا نبدأ مع بعض سلسلة 30 يوم أكل صحي. دلوقتي معانا الفطار. أنا استخدمت عيش الريف، ومش لازم كلكم تستخدموا عيش الريف، أنا هقول لكم كل البدايل في الكابشن تحت. بس أنا استخدمت المرة دي في الفطار عيش الريف. أنا عايزة أقول لكم العيش الريف الرغيف الواحد عامل 65 سعرة، يعني انت ممكن تاكلوا منه رغيفين أصلا مش مشكلة. معايا بقى كابوتشا أو برضو خس، هقول لكم كل البدايل عادي. كمية الخس اللي انت عايزاها، بس برضو ما تاخديش كمية كبيرة، خدي كمية معقولة. انا خدت واحدتين كده، وخدت برضو خيارية قطعتها شرايح كده زي ما انتوا شايفين. وانا من الناس اللي ما بتحبش الجبنة القريش نهائي خالص، مهما اعمل فيها فلا ما بحبهاش، فانا دايما بستخدم جبنة رودس الجولد الطبيعي. عايزه اقول لكم خطيره، والمعلقه الكبيره منها دي مسموحالك في الدايت، يعني انتي مسموحالك تاخديلك معلقه واحده كبيره، والمعلقه الكبيره هتكون من ضمن الكالوريز بتاعه اليوم. انا برضو هكتب لكم السعرات بالظبط في الكابشن تحت. معايا بقى بيضتين كده مسلوقين، هنقطعهم طرنشات شرايح زي ما تحبي، احطهم على الخس. وبعدين حطيت الخيار، عايزه ترشي بقى شويه فلفل شويه شطه، المنكهات اللي انتي بتفضليها يعني. وبكده الفطار هيكون معانا خلص. عايزه تاخدي رغيفين تمام، عايز تاخدي رغيف واحد مفيش فيها اي مشكله، كده كده الرغيفين. بس الرغيفين هتضيفي الكميه اللي انتي حطاها في رغيف واحد هتقسميها على الاتنين، يعني في كل رغيف بضايه، وكل رغيف شويه خس مع شويه خيار، والمعلقه الجبنه الواحده هتضاف على الرغيفين. نيجي بقى على الغدا. انا عملت سلطه مكرونه بالخضار والبطاطس رهيبه. تعالوا نشوف عملناها ازاي. معايا بطاطسايه مش مسلوقه ولا حاجه، بطاطسايه هنقطعها مكعبات. وعايزه اقول لكم الناس اللي ما بتحبش الكوسه هتاكل الكوسه بالطريقه دي، زي حالتي برضو ما بحبش الكوسه، بس انا اكلتها بالطريقه دي. هي بطاطسايه واحده زي ما انتوا شايفين. انا دخلت النشويات من الوجبه التانية مش الوجبه الاولى. الكوسه بقى بتديها كده تشريحه بسيطه كده كشكلا يعني، وبعدين بتقطعيها شرايح. حاولي تقطعيها شرايح رفيعه على قد ما تقدري. انا حاولت اقطعها يدوي عشان اللي ما عندهمش مثلا حاجه بتقطع الحاجات رفيعه خالص كده، ينفع يدوي عادي. وحلو كفايه كوستين مش اكتر من كده، عشان ما تحسيش بطعم الكوسه قوي في الاكل. لو انتي بتحبي الكوسه عادي مش مشكله معاكي، ممكن تحطي 3 كوسات مش اكتر. انا طبعا كنت مسخنه الاير فراير بتاعتي، مسخناها لمده 4 دقايق بالظبط. البطاطس هنحط عليها توابل، شويه ملح صغيرين جدا مش كتير عشان هتخلي البطاطس تنزل ميتها. هتحط شويه بابريكا مدخنه، وهتحطي شويه بهارات بطاطس من ويلز، وزيت زيتون بقى 4 5 بخات كده من زيت الزيتون، وتقلبي كويس. يفضل تستخدمي زيت زيتون في الدايت. لو مفيش زيت زيتون مش مشكله، ممكن تستخدمي زيت عباد الشمس منقى، ممكن تستخدمي مثلا كميه قليله بختين كده بالكتير قوي. زي ما قلتلكوا الاير فراير بتاعتي سخنه وجاهزه. هحط بقى فيها البطاطس، وهدخلها على درجه حراره برنامج البطاطس نفسه، مش هلعب فيه. هو جاي دلوقتي ان درجة الحرارة 200، 180 كمان، 180 درجة الحرارة. بس مش هخلي المدة طبعا 40 دقيقة، انا هخلي المدة 15 دقيقة بس. انا بقى كان عندي بروتين، كان عندي من اليوم اللي قبله كنت عاملة فرخة، وانا ماليش في صدر الفراخ قوي، فانا هعملها بطريقتين. هعملها بطريقة هقطعها في السلطة، والطريقة التانية هعمل لها صوص كده حلو وهشوحه على الجريل في الاير فراير. اللي ما عندوش اير فراير ممكن تعملي عادي، تجيبي ورق زبدة تحطيه في اي صينية عندك، وبعدين تحطيه في الفرن. يعني بديل الاير فراير الفرن، مايكرويف، اي حاجة من دول. هنا انا كنت سلقة بالظبط 100 جرام من المكرونة بعد السلقة، انا بوزنها بعد السلقة. معايا علبة زبادي لايت،
ومعايا معلقة صغيرة من صوص البرجر، ويفضل مايونيز لايت وتبقى برضه معلقة صغيرة عشان تبقى من ضمن السعرات. تحط عليها البهارات اللي انتي برضه حباها، شوية ملح صغيرين جدا، شوية بابريكا مدخنة، شوية بهارات بطاطس، وشوية شطة لو بتحب الأكل يبقى حامي. معايا بخيتين من زيت الزيتون، وهتقلبي كده الصوص ده الصوص اللي هنحطه على السلطة. متاح عندك زيتون حطي 3 زيتونات، مش متاح عندك خيار مخلل، مش حابة دقيق خالص مش مشكلة، دي حاجة إضافية مني. كده الصوص بتاعي بقى جاهز. انا الكوسة بعد ما البطاطس اتحمرت وظبطت واستوت معايا، حطيت الكوسة عليها وضفتها على برنامج الخضار 10 دقايق بالظبط. طلعت معايا بالطريقة دي. انا الكوسة حطيت عليها نفس التوابل اللي حطيتها على البطاطس بالظبط. هنا بقى نحط كل حاجة على المكرونة وهنقلبهم كويس. عايزة اقولكوا الريحة رهيبة. هجيب بقى صدر الفرخة وهقطعه بالشكل ده، عايز تقطعيه رفيع تقطعيه تخين، التقطيع اللي تفضليه بصراحة. وزي ما قلتلكوا انا اخدت شوية قطعتهم في السلطة، وشوية تانيين انا عملتهم زي بطريقة كده مختلفة بصوص مختلف على الجريل او في الاير فراير. هنحط بقى السيزر بتاعنا وهتقلبي بقى كويس، وسيبيها بس كده 10 دقايق ربع ساعة قبل ما تاكليها، بحيث ان كل المكونات تدخل في بعض. وبرضو هكتب لكم بالظبط بالجرامات كام جرام بروتين وكام جرام مكرونة وكام جرام نشويات وكل حاجة. عايزة اقولكوا طعمها رهيب. دي بقى الطريقة اللي عملت بيها صدور الفراخ. انا خليت كده 3 قطع من صدر الفرخة، وحطيت عليه معلقة كبيرة من زيت الزيتون، عليها معلقة صغيرة من بابريكا مدخنة، وشوية فلفل اسود، وشوية ورقة ماجي، وقلبتهم مع بعض، وبعدين دهنتها كويس من الجنبين وحطيتها تتشوي على الجريل او في الاير فراير لو متاح، وهتطلع معاكي خطيرة. نيجي بقى على السناكس. انا هقولكوا برضو المواعيد بالظبط امتى. السناكس انا عندي كان نفسي قوي اكل شيبسي، فانا اعمل ايه؟ رحت جايبه بطاطسايه حلوه كبيره كده، رحت حطاها في شويه ميه ساقعين مع عليها التوابل اللي انا بحبها، شويه ملح وشويه بابريكا مدخنه بس. وبعدين نشفتها كويس جدا قبل ما احطها في الاير فراير او في الفرن، لازم تنشفيها كويس جدا. وبعدين هتحط عليها 3 4 بخات كده من زيت الزيتون او معلقه كبيره من زيت الزيتون، وهتقلبيها كويس جدا عشان تتأكدي ان البطاطس كلها اتغلفت بزيت الزيتون. وهتحطي شوية حلوين كده من بهارات البطاطس، وشوية بابريكا مدخنة بس، مش هتحطي ملح تاني. لو الملح مظبوط في الاول تمام، مش مظبوط حطي شوية ملح صغيرين. وبرضو انا مسخنة الاير فراير بتاعتي ومظبطاها. هنحط بقى البطاطس كده فيها. معندكيش اير فراير زي ما قلنا، ممكن تجيبي صينية كبيرة وتحطي عليها ورق زبدة، او حطي على الصينية على طول مش مشكلة، وتحطيها في الرف اللي في النص في الفرن وتابعيها كل شوية. هنا البطاطس جاهزة معايا. انا مش هقولكوا هي احسن من بره، بس هي فعلا احسن من بره، نظافة وطعم، وانتي اللي عاملاها وعارفة مكوناتها عاملة ازاي. ومن ناحية القرمشة هتسمعوا قرمشتها دلوقتي رهيبة، مش طالعة طرية، لا طالعة حلوة. ده سناكس هيبقى حلو قوي. هقولكوا برضو الكميات بالجرامات بالكالوري بكل حاجة. نيجي بقى على العشاء. عملت المرة دي عشاء خطير. طبعا انا مش هاخد الارنساية كاملة، انا هاخد نصها بالظبط والنص التاني نخليه تاني يوم، دي لو هي كبيرة، لكن لو هي صغيرة خليها كاملة عادي. برضو انا هقولكوا الكالوري تبقى قد ايه بالكميات. هنقطعها عادي جدا، بتقشريها بتقطعيها كده زي عادي براحتك.
نيجي بقى ايه 3-4 معالق كده من الزبادي. طبعا الزبادي ده انا عاملاه في البيت، لو عايزين تعرفوا طريقته عرفوني في الكومنتات وانا هنزلكوا الوصفه بتاعته. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. شويه بقى جوز الهند كده، شويه صغيرين يعني مقدار مثلا معلقه صغيره كده ولا حاجه، ولو رشيتي عليها شويه قرفه هتعلي الحرق معاكي بطريقه خطيره. شويه صغيرين جدا يعني، كميه لا تذكر، حاجه بايدك كده بسيطه. وبس كده العشاء معانا جاهز. لو عجبتكم سلسلة 30 يوم أكل صحي اكتبولي في الكومنتات، متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب أهم حاجة علشان أنزل لكم كل يوم وصفات أكتر.